السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة 5 عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض زي ما قلنا قبل كده دروس وحدتنا التانية في التاريخ. درسنا النهاردة بعنوان حياة المصري القديم في عصور ما قبل التاريخ. يعني ايه؟ يعني احنا هنرجع بالزمن لورا قبل ما نعرف او قبل ما الانسان المصري القديم يخترع الكتابة ونعرف حياته كانت عاملة ازاي. يلا بينا. عايزين نتفق مع بعض يا سنة 5 إن الحضارة المصرية والحضارة الفرعونية ديت هي من أقدم الحضارات اللي شهدها العالم كله. يبقى الحضارة المصرية من أقدم الحضارات اللي شهدها العالم كله. وزي ما قلنا مع بعض في الدرس اللي فات إن المصري القديم كان بيعيش حوالين ضفاف نهر النيل وبدأ يعمل الحضارة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. يعني المصري القديم كده استثمر الموارد بتاعته اللي ربنا اداله عشان يحقق الانجازات العظيمه في مجالات كتيره جدا جدا جدا. يبقى لما تيجي تسال سؤال مع نفسك كده، ازاي الحضاره المصريه القديمه دي بدات؟ ازاي نشات؟ وفين البدايه بتاعتها؟ بدايتها كانت فين؟ هنا بقى نبدا نفكر مع بعض ان المصري القديم بدا يستثمر الموارد بتاعته اللي ربنا اداها له علشان يحقق الانجازات العظيمه. طب تعالوا مع بعض قبل ما نعرف الحضاره الحلوه قوي دي، تعالوا نعرف المصري القديم كان عايش ازاي. كان عايش ازاي قبل ما يعرف نهر النيل؟ يلا بينا. العصور بتاعتي دي اسمها عصور ما قبل التاريخ، يعني قبل الانسان ما يعرف الكتابه. طيب يا ترى بقى عندي عصور ما قبل التاريخ هنقسمها لايه؟ قال لي هنقسم العصور دي مع بعض الى 4 فترات او 4 عصور. عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر المعادن، عصر ما قبل الاسورات. يبقى انا عندي عصور ما قبل التاريخ، يعني قبل الانسان ما يعرف الكتابه، قبل الانسان ما يعرف الايه؟ الكتابه. طب عصور ما قبل التاريخ هي سنه 5 هنقسمها مع بعض كم عصر؟ 4 عصور. عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر المعادن، عصر ما قبل الاسرات. وهنمسك عصر مع بعض ونعرف ايه اللي كان بيحصل فيه. طبعا احنا بنعرف الكلام ده من حاجه كده عندنا اسمها القريه الفرعونيه. القريه دي موجوده عندنا في محافظه الجيزه سنه 5، وان شاء الله تطلعوها رحله برضو، في ناس طلعتها معانا السنه اللي فاتت. القريه الفرعونيه ديت اللي موجوده في الجيزه بتعرض لي حياه المصري القديم من زمان جدا لحد ما بنى الحضاره المصريه القديمه. فاسمها بتعرض ايه؟ محاكاه للحياه اليوميه، يعني اليوم بتاع المصري القديم كان عامل ازاي. تعالوا مع بعض نبدا باول عصور عندنا اسمه العصر الحجري القديم. العصر الحجري القديم بقى هناخد كل حاجه فيه. ايه الانسان كان بيعيش فين؟ بيقول لك المصري القديم زمان قوي 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 كان بيعيش فوق حاجه اسمها الهضاب. ايه الهضاب دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ارض كده يا سنه 5 عاليه كده، وممكن تكون مستويه يعني اقدر امشي عليها، او في حتت فيها طالعه ونازله شويه. طيب يبقى المصري القديم كان بيعيش فوق الهضاب. طيب تمام. كان بيسكن جوه الكهف. لو حد فينا اتفرج على كرتون قبل كده وهو صغير شويه هيبقى عارف يعني ايه الكهف. الكهف ده كده زي بيت في وسط الحجر، بيت في وسط الايه؟ الحجر. يبقى لما اجي اسالك المصري القديم في العصر الحجري القديم كان بيعيش فين؟ فوق الهضاب وبيسكن الكهوف. بيعيش فين يا سنه 5؟ فوق الهضاب وبيسكن الكهوف. بص كده للصوره اللي قدامك دي اهي. يبقى كده الارض اللي هو عايش فيها دي اسمها الهضاب. تمام؟ حلو قوي. ودي ارض عاليه شويه. تمام. طب وايه حته الحجر اللي هو قاعد جواها دي؟ دي اسمها الكهف اللي هو بيسكن فيه. احنا كده عرفنا المسكن بتاعه. يلا بينا نكمل. كان بياكل منين بقى؟ بص للصوره اللي قدامك كده. المصري القديم كان بيعتمد في الاكل بتاعه على حاجه اسمها التنقل والترحال. يعني ايه يا ميس؟ يعني بيبقى ماشي من مكان لمكان بيدور على حاجتين: يصطاد اي حيوان ويجمع اي ثمار يلاقيها قدامه. طب يا ميس هو اللي زرع الثمار دي؟ شايف التفاح اللي قدامك ده هو اللي زرعها؟ لا يا ميس، ده هو كان بيدور كده وبيلاقيها. دي حاجه من عند ربنا، هو ما عملش اي حاجه، هو ما كانش يعرف يعني ايه زراعه اصلا. يبقى المصري القديم في العصر الحجري القديم كان بيجيب اكله منين؟ كان بيتنقل ويترحل، يعني بيمشي من مكان لمكان بيدور على حاجتين: حيوانات يصطادها زي ما انت شايف كده قدامك وهو بيصطاد الغزاله اهو، ويجمع الثمار علشان ياكلها. يبقى كان بيعتمد على ايه؟ صيد الحيوانات وجمع الثمار. صيد الحيوانات وجمع الثمار، دي الاكل بتاعه اللي هو كان بيعتمد عليه.
تعال نشوف مع بعض ايه الادوات اللي كان بيستخدمها. بيقول لك ان المصري القديم كان بيصنع الادوات بتاعته من الحجار، يعني زي ما انت شايف كده قاعد قدامك ماسك حجرتين مع بعض وعمال بيحاول يشكلهم بايديه، فكان بيحتك الحجرين ببعض، وهو في فتره من الفترات او مره من المرات وهو بيحتك او الحجرين بيحتكوا ببعض طلعت شراره صغيره على شويه الحطب اللي كان بيجمعهم، اللي هو البواقي او بتاعه الاغصان بتاعه الاشجار اللي كانت في الثمار اللي كان بيجمعها. فلما الشراره دي وقعت على الحطب ده او على الاعواد ديت بدات تطلع نار. هنا المصري القديم اكتشف النار. ايه ده؟ نار؟ ايه ده يا ميس؟ طب هو كان يعرف النار قبل كده؟ لا. طب عرفها ازاي؟ بالصدفه. يبقى المصري القديم امتى اكتشف النار؟ في العصر الحجري القديم. امتى اكتشف النار؟ في العصر الحجري القديم. طب اكتشفها ازاي يا ميس؟ اكتشفها من خلال الصدفه، زي ما انت شايف قدامك هو ماسك حجرتين بيحاول يشكلهم، بدات تطلع شراره فعرف هنا النار. النار بقى بدأ يستخدمها في حاجات كتير يا سنة 5، زي مثلا هو يسوي الأكل بتاعه. ايه ده يا ميس؟ هو لما كان بيصطاد الحيوانات كان بياكلها نية؟ أيوة كان بياكلها نية، لأنه ما كانش يعرف يعني ايه نار أصلا. تمام؟ لما بدأ يعرف النار بقى بدأ يحب طعمها وهي مستوية. خلاص؟ طب الأدوات بتاعته كانت من الحجار، يعني علشان اصطاد اي حيوان قدامي عشان اكله كنت بعمل ايه؟ بحاول اجيب حته حجر كده واخلي ليها سنه او بوز عشان اقدر اضربها بالحيوان ده واقدر اصطاده. يبقى الادوات بتاعته من ايه يا سنه 5؟ من الحجاره. طيب اكتشف الايه في العصر الحجري القديم؟ برافو علينا، اكتشف النار. بعد ما خلصنا العصر الحجري القديم هندخل مرحله تانية وهي العصر الحجري الحديث. ركز معايا كويس قوي قوي يا سنة 5 في ترتيب العصور. العصر الحجري الحديث تعالى برضو نشوف الإنسان كان عايش فين. بص يا سيدي ركز معايا في الحتة دي كويس قوي. احنا قلنا من شوية يا ميس في العصر الحجري القديم المصري القديم كان بيعيش فوق الهضاب، وكان بيتنقل من هضبة لهضبة عمال بيدور على ايه؟ على أي حاجة ياكلها وأي حاجة أي حيوان ايه؟ يصطاده. طيب ما قلتليش يا ميس هبة هو كان بيشرب منين؟ كان بيشرب من ميه الامطار اللي كانت بتنزل. بيقول لك بقى حصلت حاجه غريبه جدا. حاجه ايه هي ميس الغريبه؟ الهضاب دي كانت المطره لما بتنزل الاشجار كانت كانت بتطلع لنا ثمار فكانوا بياكلوا منها. حصل بقى حاجه غريبه جدا ان المطره ما بقتش بتنزل فما بقاش في ثمار بتطلع، يعني نباتات ولا اشجار ولا الكلام ده بدات تجف، وما بقاش برضو في حيوانات. طب المصري القديم هيفضل قاعد مكانه كده لحد ما يموت زي الثمار ديت ما خلاص ما بقتش بتطلع؟ لا. بدأ المصري القديم يدور 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 على مكان تاني علشان يشرب منه وياكل منه. يبقى المصري القديم بعد ما كان عايش فوق الهضاب ساب الهضاب. ليه سابها؟ بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش امطار يا ميس، يعني في جفاف. يبقى امتى المصري القديم نزل من فوق الهضاب؟ لما حل الجفاف نزل المصري القديم وقعد يدور يدور يدور، وهو بيدور فجأة كده لقى مية كتير، فضل يشرب يشرب يشرب، عرف ان ده بقى نهر الايه؟ النيل. طب يا ترى لقيت مية هسيبها وامشي؟ لا. وعرف بقى كان مجمع معاه ثمار من اللي كان بيجمعها فوق الهضاب. طبعا انت عارف ان كل ده كان رايحه مشي، بيدور مشي. الحاجات البسيطة بقى البذور اللي كانت في جيبه وقعت منه، وبعد كده لما وصل لنهر النيل لقى ان البذور دي بدأت تنبت. هنا اكتشف المصري القديم الزراعة، يعني برضو الزراعة عرفها عن طريق الصدفة زي النار بالظبط. يبقى المصري القديم نزل من فوق الايه يا سنة 5؟ برافو عليك، الهضاب. لما حل الايه؟ الجفاف. يبقى السبب الرئيسي اللي خلاه ينزل من فوق الهضاب لما حل الجفاف يا ميس هبة. وبدأ يعمل ايه؟ بدأ يدور على مكان تاني ياكل ويشرب منه. لقى ايه؟ برافو عليك، لقى نهر النيل واتعلم هنا الاستقرار. طب يا ترى واحد لقى ميه وفي زرع نباتات بتطلع، يا ترى هيسيبها ويتنقل ويترحل زي ما كان بيحصل في العصر الحجري القديم؟ طبعا لا. هيبدأ بقى يستقر كده ويقعد جنب الايه؟ جنب الميه وجنب الزرع ده. طيب تعالى نشوف هيعمل ايه بعد كده، يلا بينا. هنا المصري القديم زي ما قلت لك لما عرف ميه هنا عرف الزراعه وبدأ يربي الحيوانات، حاجه اسمها استئناس الحيوانات. خلاص بقى هيبدأ يستقر، مش هيمشي من المكان ده. ينفع يمشي ويسيب الزرع اللي هو بيزرعه؟ لا طبعا، الزرع ده لازم يكون في حد جنبه ويشربه ويهتم بيه. يبقى المصري القديم استقر جنب النيل
علشان يرعى الزراعة بتاعته ويربي الحيوانات. طب يا ميس حضرتك قلتيلي إن المصري القديم كان بيعيش فوق الهضاب وكان بيعيش جوه الكهف. طب يا ترى هنا بقى إيه الأدوات بتاعته هتبقى إيه؟ لك هنا المصري القديم برضه هيستخدم أدواته من الحجارة، بس هنزود حاجة تانية معاه اسمها إيه يا سنة 5؟ الفخار. إيه الفخار ده؟ عارف الطينة اللي جنب نهر النيل اللي إحنا بنزرع فيها؟ الطينة دي اسمها الطمي، اللي هو الطينة السوداء دي. بياخدها ويحط عليها شوية مية ويبدأ يشكلهم مثلا كده زي ما انت شايف الصورة قدامك على شكل أواني، يعني أطباق مثلا، ويبدأ يشكلها ويسيبها في الشمس تنشف وبعد كده يحرقها في النار. دي كده اسمها صناعة الايه سنة 5؟ الفخار. يبقى دي الأدوات اللي المصري القديم كان بيستخدمها في العصر الحجري الحديث. زي ما قلت لك ان المصري القديم كان زمان في العصر الحجري القديم بيعيش فوق الهضاب وبيسكن جوه الكهف. طب يا ميس حضرتك قلت لي ان هو نزل للنيل وعرف الزراعه وتربيه الحيوانات. طب ما قلتليش هو بيسكن فين؟ ايه المكان اللي بيسكن فيه؟ كهوف برضو؟ لا طبعا، نهر النيل مفيش جنبه كهوف. هنا المصري القديم هيبدا يبني بيت علشان يعيش فيه، وطبعا البيت ده مش هيقدر يبنيه لوحده، هيبني بقى هو والناس اللي معاه المصريين القدماء. بدأوا يبنوا بيوتهم من حاجة اسمها الطوب اللبن يا سنة 5. يعني ايه الطوب اللبن؟ الطوب اللبن يعني الطوب اللي مصنوع من الطينة. الطينة ديت اللي هي ايه؟ اللي هو الطمي بتاع نهر النيل، كان بيحط عليه القش، تمام، وبعد كده يعجنوا ببعض ويبدأوا يعملوا شكل القالب بتاع الطوب، بس طبعا كان معمول من الطوب اللبن، وطوبة ورا طوبة ورا طوبة بدأ يعمل ايه البيت بتاعه. يبقى المصري القديم في العصر الحجري الحديث كان بيبني بيته من ايه؟ ايوه كده، برافو عليك، الطوب اللبن. يعني ايه اللبن يا ميس؟ يعني المصنوع من الطينة. المصنوع من الايه؟ من الطينة. بعد ما خلصنا مع بعض العصر الحجري الحديث هندخل في العصر الثالث، عصر المعادن. ومن غير ما اشرحه يا سنة 5، ده من اسمه مفسر نفسه. عصر المعادن معنى كده ان المصريين هنا استخدموا الايه؟ المعادن. المصري القديم بدأ يستقر اكتر، اكتشف معادن جديدة زي الحديد والنحاس، بدأ يصنع ادواته زي ما انت شايف كده من الحديد والنحاس. بدأت الادوات تبقى اصلب وانشف واجمد من الحجارة اللي كان بيستخدمها قبل كده في العصرين اللي فاتوا. يبقى عصر المعادن حياته اكتر استقرار. هنا المصريين القدماء كانوا شاطرين جدا 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 في حاجه اسمها رسم الخرائط، وقدموا للعالم كله اقدم خريطه اسمها خريطه او بتعرف ببرديه تورين. واحنا عارفين من سنه رابعه ان البرديه ديت هي ايه؟ الورقه الصفراء اللي المصريين كانوا بيكتبوا عليها اي حاجه في حياتهم. طيب ايه البرديه بتاع التورين دي؟ في مناجم للذهب المصريين القدماء اكتشفوها. المناجم دي موجوده في منطقه كده اسمها وادي الحمامات، تمام. يبقى المصريين القدماء رسموا خريطه، الخريطه دي بتعرفني المكان ده في منجم للذهب او مناجم للذهب في وادي اسمه وادي الحمامات. ايه البرديه دي؟ اسمها برديه ايه؟ برديه تورين. وكمان خرايط تانية عشان تحدد موقع البناء والقنوات يعني هنا مثلا هنحفر ترعه، هنا مثلا هنعمل سد، هنا هنعمل طب الكلام ده كانوا بيعملوه ازاي؟ من خلال الخرايط. يبقى المصريين القدماء كانوا شاطرين في الايه؟ كانوا شاطرين في الخرايط. طب ميس ممكن تقولي لي هي منطقه وادي الحمامات دي موجوده فين؟ موجوده في الصحراء الشرقيه يا سنه 5. موجوده فين؟ في الصحراء الشرقيه. يبقى من اقدم ناس عملوا لي خريطه المصريين القدماء، بتعرف باسم ايه؟ برديه تورين. طب بتتكلم عن ايه البرديه دي؟ مناجم الذهب اللي موجوده في وادي الحمامات. في كلمة عندي كده عايزين نعرفها مع بعض لما اجي اقول لك قبل الميلاد. قبل الميلاد دي يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، دي فترة بعيدة جدا جدا جدا. عارف كده لما بتدخل الكلاس والميس عندك في الفصل بتكتب لك على الشمال التاريخ الميلادي، مثلا 20 سبتمبر، 21 سبتمبر 2025 2026، دي اسمها ايه؟ ده اسمه تاريخ ميلادي. 2025 او 2026 ده ميلاديا. قبل الميلاد يعني قبل 1 ميلاديا، يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، عشان لما نشوف كلمة قاف ميم معناها ايه؟ يعني قبل الميلاد. العصر الرابع عندنا سنة رابعة اسمه عصر ما قبل الأسرات. يعني كلمة ما قبل الأسرات يعني كان في أسرات موجودة عندنا، الفترة اللي قبل ما يبقى في عندنا الأسرة الأولى والثانية والثالثة، يعني قبل ما مصر ما تبقى دولة واحدة.
يعني ايه؟ يعني قبل مصر اللي احنا شايفينها دلوقتي دولة واحدة، كل شعبها حاجة واحدة، بيحكمها حد واحد، لا، زمان بقى ما كانش فيه كده. طب تعالى نشوف مراحل التطور بتاعتها. زي ما قلت لك المصري القديم لما نزل عند ضفاف النيل بدأ يعمل بيت، جه واحد جنبه مصري وعمل بيت، واحد تاني وعمل بيت، بدأ يعملوا بقى بيوت ويساعدوا بعض وعملوا بيوت كتيرة جدا. طيب البيوت اللي جنب بعض دي بيت جنب بيت جنب بيت عمل لي قرية. طيب وقرية جنب قرية جنب قرية عملت لي مدينة. طيب وكل مدينة يا ميس كان ليها ايه؟ ليها ايه؟ ليها سور بيحميها، ليها جيش بيحميها. كل مدينة ليها جيش وليها سور بيحميها. طيب القرية والمدينة دول لو جمعناهم مع بعض، يعني قرية ومدينة مع بعض بقوا ايه؟ بقوا اقليم. كلمة اقليم زي مثلا عندنا دلوقتي محافظة يعني يا سنة 5، زي كلمة محافظة زي محافظة مثلا الجيزة، المنوفية وهكذا. طب الاقليم ده بيتكون من ايه؟ قرى ومدن مع بعض كونوا لي اقليم. وكل اقليم يعني كل محافظه في مصر زمان كان ليها معبود، يعني كانوا بيعبدوا اله لوحدهم، كان ليها شعار يعني علامه معينه، كان ليها عاصمه العاصمه بتاعتهم، كان ليها حاكم، كان ليها جيش بيحميها، زي الصوره اللي قدامك دلوقتي. وطبعا كل الكلام ده ما حصلش من غير تعاون، لازم كان بيبقى فيه تعاون ما بين المصريين. يبقى اول مرحله كان عندي قريه ثم مدينه ثم اقليم. القرية تجمع من المنازل جنب بعض، المدينة قرى جنب بعض، الإقليم قرية مع مدن كونت لي إقليم، وكل إقليم ليه إيه؟ ليه الجيش وليه شعار وليه عاصمة لوحده. طيب دي الفترة اللي ما قبل الأسرات، إيه اللي حصل بعد كده يا ترى؟ ايه الاقاليم بتاعت مصر دي يا سنه 5؟ الاقاليم اللي في الشمال دي والاقاليم اللي في الجنوب، يعني بقى جوين لي اقليم واقليم 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 في الشمال، وتاني في الجنوب اقليم واقليم واقليم كذا اقليم. ايه اللي حصل بقى؟ حصل ان كان في ملك موجود عندنا في الشمال، قال لك لا انا عايز مصر كلها تبقى حاجه واحده، ما تبقاش اقاليم متفرقه، اقاليم في الشمال واقاليم في الجنوب. راح عمل ايه بقى؟ قال لك انا هخلي الاقاليم اللي في الشمال مع الاقاليم اللي في الجنوب كلها تبقى حاجه واحده. دي بنسميها الوحده الاولى، بنسميها الوحده الايه؟ الاولى. يبقى مصر يا سنه 5 كانت عباره عن ايه؟ اقاليم، اقاليم في الشمال واقاليم في الجنوب. شويه الاقاليم اللي في الشمال اتجمعوا وبقت مملكه اسمها مملكه الشمال، وموجوده في الوجه البحري فوق كده في الشمال اسمها الوجه البحري. طب وشويه الاقاليم اللي موجوده في الجنوب اتحدوا مع بعض وعملوا لي مملكه اسمها مملكه الجنوب، اسمها مملكه الايه؟ الجنوب. وطبعا زي ما احنا كنا عارفين من شويه ده كل اقليم يا ميس كان ليه جيش وحاكم ومعبود. امال ايه؟ لا دلوقتي بقى إيه؟ كل الاقاليم اللي في الشمال بقت مملكه واحده اسمها مملكه الشمال، وكل الاقاليم اللي في الجنوب بقت مملكه واحده اسمها مملكه الجنوب. معنى كده ان مملكه الشمال هيبقى ليها جيش، ايوه، واللي في الجنوب ليها جيش وليها شعار وعاصمه، والملك اللي في الشمال بيلبس تاج لون معين. طب تعالى نشوف ملك الشمال او مملكه الشمال موجوده في الوجه البحري. طب العاصمه بتاعتها يعني المكان اللي بيقعد فيه الملك فين؟ اسمها بوتو. اسمها ايه؟ بوتو. تاني يبقى عاصمه مملكه الشمال اسمها ايه سنه 5؟ بوتو. طب والجنوب اسمها نخت. الجنوب اسمها نخت. طيب الملك اللي في الشمال بيلبس تاج لونه ايه؟ احمر، واللي في الجنوب لونه ايه؟ ابيض. طيب ايه العلامه بتاعت الشمال؟ نبات البردي. طب والجنوب؟ زهره اللوتس اللي انت شايفها قدامك اللي لونها اخضر دي. طيب بيعبدوا ايه يا ترى الناس اللي عايشه في الشمال، المصريين اللي عايشين في الشمال؟ ثعبان الكبرى. طب وفي الجنوب؟ انثى النسر. انثى النسر. اخلي بالي كويس جدا جدا واحفظ المقارنه دي زي اسم يا سنه 5، مهمه قوي 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 قوي. يبقى عرفنا ان الاقاليم اللي في الشمال اتوحدت وعملوا مملكه الشمال، واللي في الجنوب اتوحدت وعملوا مملكه الجنوب. زي ما قلت لكم من شويه ان الملك اللي كان بيحكم مملكه الشمال قال لك لا احنا عايزين نوحد مصر كلها وتبقى حاجه واحده، مش تبقى مملكه في الشمال ومملكه في الجنوب. راح عمل ايه بقى؟ راح عمل حاجه اسمها الوحده الاولى. يعني الوحده الاولى يعني يخلي مصر كلها دوله واحده بيحكمها ملك واحد. طب يا ترى الوحده الاولى دي كانت سنه كام يا سنه 5؟ 4242 قبل الميلاد، وانا عرفتك يعني قبل الميلاد من شويه. طب لو انا عايز احفظها بسهوله اقول امتى الوحده الاولى؟ امتى؟ 4/2/4/2 قبل الميلاد. طب يا ترى الملك ده هيقعد في الفوق في الشمال العاصمه اللي فوق بوتو ولا في الجنوب؟ قال لي ولا في الشمال ولا في الجنوب، ده هيعمل عاصمه جديده اسمها ايه بقى؟ أونهيليوبلس. اسمها مدينه ايه؟ أونهيليوبلس اللي هي عين شمس دلوقتي. لكن للاسف الوحده الاولى دي فشلت، ومصر اتقسمت مره ثانيه لمملكتين، مملكه في الشمال ومملكه ثاني في الجنوب. يبقى الوحده الاولى سنه 5
نجحت ولا فشلت؟ فشلت. طب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. الوحدة التانية بقى كانت سنة كام؟ 3200 قبل الميلاد. كان في عندي ملك اسمه الملك مينا. اسمه الملك ايه؟ مينا أو نعرمر. مينا أو نعرمر. الملك مينا ده بعد ما مصر اتقسمت لمملكتين قال لك لا، أنا عايز مصر دي تبقى دولة واحدة. كان موجود فين الملك مينا؟ كان موجود في جنوب مصر. طلع من مدينة اسمها طيبة، تمام، وراح متجه ناحية الشمال وعمل حرب وانتصر على ملك مملكة الشمال وحقق النصر وقدر يعمل مصر كلها تبقى دولة واحدة. طب يا ترى الكلام ده كان امتى؟ 3200 قبل الميلاد. يبقى مين عمل ايه؟ وحد القطرين الشمالي والجنوبي سنة 3200 قبل الميلاد. طب يا ترى هيلبس التاج الأحمر ولا التاج الأبيض؟ قال لي لا، ده هيلبس التاجين الأحمر والأبيض. معنى كده إن هو ملك إيه؟ ملك مصر الشمالية والجنوبية، أو ملك مصر العلوية والسفلية، أو ملك مصر الوجه البحري والوجه الإيه؟ القبلي. وهيبني عاصمة جديدة لمصر اسمها منف. يبني عاصمة جديدة لمصر اسمها ايه؟ منف او منفر. اسمها ايه؟ منفر، عشان تكون هي عاصمة مصر. يبقى مين هي الوحدة اللي استمرت وعملت من خلالها الحضارة المصرية القديمة اللي احنا بنشوفها دلوقتي والسبب فيها هو الملك مينا موحد القطرين. موحد مين؟ القطرين. والعاصمة اللي بناها دي هي السبب في الاستقرار وبناء الحضارة المصرية القديمة. وبكده يا سنة 5 خلصنا درسنا التاني النهاردة. أشوفكم في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.